طبعا وانت فاتح الفيديو دلوقتي وبتتفرج عليا مستني اقول لك نعمل ايه مع زياده الاسعار، صح؟ انتوا جهاد. عايز اقول لك بطل تقعد تندب وتصيح، تقعد وتقول انا هبطل تمرين وهبطل شغل، تتخن اكتر واكتر وتخسر عضلات وتبقى عاطل مكتئب وتخين وفقير. يوجع مربوبه. عايز اقول لك مش هو ده الحل، انا عندي الحل اللي بجد. ما نخدش في الموضوع. الحل انك هتشقى وهتتعب وهتتعب بزياده ولازم تجتهد، جايز ربنا يكرمك، انت بس عليك السعي وبس، واستعن بالله وما تنتظرش النتيجه. يعني قليل دائم احسن من كثير منقطع، ونص مجهود الجيم او الدايت احسن من مفيش. ويا سيدي التزم باقل القليل اللي تقدر عليه، مش لازم تتمرن 6 ايام ولا تاخد 3 جرام بروتين، انت مش داخل بطوله ولا هتبقى البيج رامي. بس تعرف تفاهتك دي جابت لي فكره. اقول لك انا ايه الفكره اللي جات لك؟ انت هتتمرن يا 3 ايام يا 5 ايام، وتاخد اللي يقضيك من البروتين والاكل بتاعك، وربنا ان شاء الله هيكرمك. مش لازم تفضل تتطور كل شهر، انت مش ديناصور يعني. الثبات اللي انت بتسعى له ده في حد ذاته اصلا تطور. فلو انت في دوامه ما بتخلصش وظروفك منيله كده زينا، فكونك انك ثابت ده ممتاز جدا، احسن ما ترجع لورا. وجايز مع الوقت تتطور وتطلع قدام، محدش عارف. تفائل دايما علشان ربنا يكرمك. وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات لو الفكره عجبتك. فكرة حلوة، ناقص لها بس 40% لكرة.